أهلا بكم في منصة تجربة، أول ويب آب في مصر والوطن العربي بيتكلم عن استراتيجيك يو اكس رايتنج أو الكتابة الاستراتيجية لتجربة المستخدم. في الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة، هنعرف بندرس إيه بالظبط تحديدا في كل مستوى. معاكم ندى النادي، مؤسسة منصة تجربة ومدربة للبرامج التعليمية لأكثر من 9 سنوات. اشتغلت يو اكس رايتر في شركات متعددة في مصر والوطن العربي وتخصصات واندستريز كمان مختلفة. الحقيقة إن احنا في منصة تجربة نغطي مشاكل كتير قوي بنقابلها كناس بتبحث عن الكتابة لتجربة المستخدم. ما بيكونش في مصادر كافية ان احنا ندور عليها، ما بيكونش في رود ماب محددة مثلا خطوات معينة امشي عليها عشان يطلع في الاخر اوتكم او اوتبوت اقدر اقيس من خلاله مدى نجاحي. كمان انت في تجربة بتخرج منها بايلينجوال يو اكس رايتنج، يعني بتقدر تكتب باللغة العربية بشكل صحيح جدا وكمان اللغة الإنجليزية وكمان اللهجات الخليجية وبالأخص اللهجة السعودية مع مدربين مختصين باللهجات. مهم جدا ان انت تاخد ال5 مستويات على بعض لو قررت فعلا ان انت عاوز تدخل المجال ده او تشتغل فيه او تقدم على الأقل البورتفوليو بتاعك. كل مستوى مبني على اللي قبله، وفي كل مستوى بتعمل جزء من البورتفوليو بتاعك بخطوة بخطوة معانا، فبالتالي انت محتاج تاخد ال5 مستويات مع بعض. لو محتاج ان انت تعرف اكتر عن اليو اكس رايتنج قبل ما تدخل تاخد ال5 مستويات، ففي كتاب تجربة المجاني بيتكلم عن اهمية اليو اكس رايتنج وايه المهارات المفروض تكون موجودة فيك وتعمل ايه عشان تدخل في اليو اكس رايتنج وطبيعة العمل والفريق اللي بيكون معاك وهكذا. حاولنا اننا نخلي التعلم اسهل جدا بالنسبة لك. كان البرنامج التعليمي الخاص بتجربة مسجل عشان تقدر تشوفه في اي وقت في اي مكان انت تحبه، لان احنا كمان بنراعي مشاكل الانترنت اللي بتحصل كتير، وعشان نضمن ان انت كمان يكون في حاجة تفاعلية، مش مجرد اننا بنقدم لك حاجة مسجلة وخلاص حلقتنا بتنقطع عن بعض. لا بالعكس، احنا قدرنا كمان نخليه تفاعلي عن طريق ان في مجتمع يكون كل مستوى ليه مجموعة من الاشخاص، مجموعة من المدربين بنكون موجودين علشانك. استفسار عندك، اي حاجة ما فهمتهاش بشكل كامل، بنكون موجودين معاك عشان نجاوبك على كل الاسئلة. وكمان جهزنا لكم دليل مجاني يساعدك انك تذاكر ال5 مستويات في 11 اسبوع. يكون في المطلوب منك يوميا ان انت تعمله عشان نضمن ان انت فعلا ماشي على الجدول بشكل مظبوط وقادر في الاخر تطلع بنتيجة. بعد ما بتخلص ال5 مستويات بنقدم لك استشارة مجانية معاك، شهادة من تجربة بتساعدك انك تلاقي فرص عمل افضل ان شاء الله. في المستوى الاول بنعرف مع بعض اكتر عن اهميه وماهيه اليو اكس رايتنج، ايه هو عباره عن ايه، الفريق اللي بيكون موجود معانا كل واحد مهمته ايه في الشركه، ايه اصلا الشركات اللي بتحتاج يو اكس رايتر. كمان بنعرف ازاي انت كيو اكس رايتر تتعاون مع الاي اي بحيث ان هو ما يستبدلش مكانك وما يفكرش عنك، بالعكس انت تستخدمه كتول وكأداة تساعدك وتطلع شغلك فعلا مور بروفيشنال. وفي نهاية المستوى الأول بيكون معانا حلقة حوارية فيها محاكاة لسوق العمل مع البرودكت مانجر باشمهندس أحمد مدحت. في ليفل 2 إن شاء الله هنتكلم مع بعض أكتر عن الكتابة نفسها، الكتابة نفسها قواعدها والمعايير والكتابة العربية والإنجليزية واللهجات وكل الحاجات دي. وكمان هنعرف أكتر عن اليو اكس لوز أو قواعد تجربة المستخدم. طبعا بيكون معانا اللهجة الخليجية مع المدرب حذيفة الخولي والمدربة شيماء جاد. بيطلب منك انك تكتب باللهجة الخليجية، فلازم تعرف ايه الكلمات الشائعة، ازاي تكتب باللهجة الخليجية مثلا بوش نوتيفيكيشن او ان اب نوتيفيكيشن وهكذا. وفي نهاية المستوى الثاني بنتعرف اكتر عن حياة اليو اكس رايتر جوه شركات القطاع الخاص مع يمنى حمزاوي. ليفل 2. طيب ليفل 3 مستنينا حاجة مبهرة جدا، ألا وهي بقى تجربة رود ماب. تجربة رود ماب ده الحقيقة اختراع رهيب، بيخليك إن شاء الله تمشي خطوات ممنهجة واحدة واحدة كده لحد ما تطلع في الآخر اوتكم تقدمه بقى في الشغل، سواء بقى جاي لك تاسك معين عشان تتقبل أصلا في الشغل، سواء عايز تقدم كيس ستادي، سواء عايز تكتب اب سكرين أو ويب سايت أو ويب اب، أي ديجيتال برودكت. الرود ماب دي الحمد لله مصممة ومختبرة أكتر من مرة، والحمد لله خدنا فيدباك كتير حلو قوي من الشركات ومن الناس اللي استخدمتها، والشغل فعلا بقى بيفرق، أو فرص العمل اللي بتيجي بقت بتفرق جدا بسبب الرود ماب دي. هي مكونة من خطوات احنا هنمشيها مع بعض، ده كله هنناقشه ان شاء الله في ليفل 3 وليفل 4 كمان. المفروض نعمل ايه بالظبط بالخطوات الممنهجة عشان نطلع اوتكم في الاخر. وفي نهاية المستوى الثالث بنتعرف اكتر عن الفويس تشارت اللي بيكون مسؤول عنها اليو اكس رايتر مع رامز شحاتة. في المستوى الرابع بندرس 31 يو اي كومبوننت بنشتغل عليه واحدة واحدة بالامثلة العملية مع بعض. أما في نهاية المستوى الرابع فبنعرف أكتر إزاي نجيب inspirations كيو إكس رايترز مع أحمد الجوهري.
وفي المستوى الخامس احنا بنعرف مع بعض اكتر عن ازاي بقى ابني السيره الذاتيه. لينكدين بيعمل فلتريشن اصلا لوحده قبل ما يسلم للريكروتر السي في بتاعك، فده هنعرفه اكتر مع المدرب محمد مطراوي. في ليفل 5 بقى الليفل الاخير بنطلعك معاك مشروع تخرج او كيس ستادي اللي هو البورتفوليو بتاعك. بنتعلم مع بعض خطوات البورتفوليو واحده واحده. يعني هنا بنتناقش كده ايه المفروض المعلومات اللي انت تقولها عن نفسك في تحط بروجكت انت اشتغلت عليه او حتى فيك بروجكت، ايه المفروض يتحط فيه بالظبط، ايه السكرينز اللي انا بختارها وايه اللي انا بتجنبها، ايه الحاجات اللي بتلفت نظر الريكروتر. متحمسه جدا ان نبدا مع بعض، منتظراكم، واعرفوا اننا دايما موجودين علشانكم في اي وقت.